بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم سوف نتحدث عن لاعب من الزمن الجميل لمولودية وهران، ألا وهو اللاعب القدير هدفي ميلود. هدفي ميلود من اللاعبين الممتازين الذين أنجبتهم كرة القدم الجزائرية، وهو من حي بوطان وهران. لقب من طرف الجوهرة السوداء بولي بالقيصر الأفريقي، لأن لعبه يتشابه مع لاعب فرانس بيكامبوال، بل هو أحسن من فرانس. ولد في سنة 1949 12 مارس، توفى سنة 1994 وعمره 45 عاما. يلعب مدافع، يحمل رقم 5. لعب لجمعية وهران من سنة 62 إلى 65، ولعب لمولودية وهران من سنة 1965 إلى سنة 1969، وانتهى مشواره باللعب في فريق هلال السيد. درب مولودية وهران سنة 1989 إلى سنة 1992. نذكر حادثة طريفة وقعت للاعب، وهو في أحد المباريات الحكم أعطاه بطاقة الحمراء فقام بتقطيعها، ومن هذا الوقت قررت الفيفا تغيير البطاقات الحمراء الورقية إلى بطاقات حمراء بلاستيكية حتى لا يمكن تقطيعها. وتشوفوا هذا بطل من أبطال مولودية وهران. الحمد لله سموه ملعب على اسمه، وهذا شرف لمولودية وهران وشرف للسكان وهران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.